تقريبا ملخص المشروع بالنسبة لنا في عمارة ان انت بيبقى عندك اسبوعين، دي المدة بتاعت المشروع. انت بتقعد 10 ايام او 12 يوم محتار اصلا هو ايه المشروع ومطلوب مني ازاي ويتعامل ازاي، لحد ما بتفهمه يبقى خلاص التسليم بعد بكرة وشكرا. فخلينا نوضح ايه الهدف من كل مشروع وتقدر تستفيد منه ازاي بشكل عملي بعد ما تتخرج، وان شاء الله نبقى فاكرين الترتيب بشكل صحيح. خلال فترة الخمس سنين دراسة الكلية بتكون مسؤولة عن جزء المايند سيت زي ما اتفقنا، من انت بتبقى بتدرس فلسفة وتاريخ ونظريات وغيره من المناهج المختلفة، وبالتبعية طبعا كل منهج علمي بيبقى موجود علشان يزود عندك سكيلز معينة عشان تقدر تفكر بطريقة معمارية. بداية من مادة التصميم المعماري هنبدأ بأول مشروع ترم انت بتاخده في الدراسة بتاعتك. فمثلا انت لو في هندسة فبتدرس 4 سنين اللي هي أولى وتانية وتالتة ورابعة، بالإضافة للإعداد اللي هي بتبقى دراسة عامة عن كل مجالات هندسة. لكن فنون جميلة قسم عمارة انت من أول سنة انت متخصص عمارة، بيبقى إعدادي عمارة وأولى عمارة وتانية وتالتة وهكذا. فأول مشروع بتاخده سواء انت في إعدادي اللي هي في فنون او ان انت في اولى اللي هي في هندسه عماره، المشروع ببساطه انت بترسم مجموعه من العناصر من البني ادمين والعربيات وطيارات ممكن والاشجار. المشروع ده ليه هدفين، الاول ان انت بتبدا تتعرف على الميجرمنت يونتس بتاعتك، تاني حاجه وهي illustrate the function of the design. مجال العمارة بالكامل وحدة القياس الأساسية فيه هي جسم الإنسان. فأنت عندك مثلا في الصورة دي من غير أي عناصر أنت بالفعل عارف مقاساتها، فأنت مش عارف الشكل ده إيه الحجم بتاعه، لكن مجرد ما بدأت تتوجد عناصر أنت بالفعل عارف مقاساتها إيه، فأنت بدأ يبقى عندك إحساس بسكيل وحجم المبنى أو الشكل اللي قدامك ده إيه. لو الرسم والسكتشات بالنسبة للمجال بتاعنا هي اللغة الأولى اللي أنت بتتعلمها في إن أنت تتكلم عن شغلك، فأنت المشروع ده هو بمثابة الحروف اللي بتبدأ تتقدم ليك علشان تصيغ الكلمات بتاعتك. بمعنى مثلا أنت لو الصورة هنا مطبخ عادي جدا، أوكي، أول ما بتبدأ ترسم العناصر البشرية فيه بتبدأ الفانكشنز بتاع المكان تبدأ تبقى واضحة بشكل أكبر، تبدأ تخلي أي مشاهد للصورة دي أو أي حد بيشوف الصورة دي بيبدأ يتخيل نفسه داخل الفراغ بتاعك، وهو ده الهدف. ان بتلقائيه شديده العميل او مثلا اللي بيقيم المشروع بتاعك بيجي يشوف الصوره اللي انت عاملها يبدا يتخيل نفسه وهو بيستخدم الفراغ، يبدا يعرف what is the meaning of being in the design. فاحنا كده عرفنا الهدف من المشروع، نبدا ازاي نحقق اعلى استفاده ممكنه من المشروع ده. بتبدا من البدايه ان انت بترسم نسب جسم الانسان، وطبعا هنا انا مش هقدم ليك الالتيميت جايد عشان تبدا تخلص المشروع بتاعك وتعمله ازاي. الفيديو بالكامل بيقول لك المشروع ده عباره عن ايه وتستفيد منه ازاي باقصى امكانيه ممكنه. طبعا الهدف من الفيديو للناس اللي عندها شغف في دراسه المجال ده. نرجع تاني نتكلم عن نسب جسم الانسان. النسب المتعارف عليها لجسم الانسان هي ان الجسم الطول بتاعه 7 مرات الراس، او زي ما هتبقى موجوده في بعض المراجع 7 مرات ونص. الطريقه اللي احنا بننسب بيها جسم الانسان مختلفه شويه بس متناسبه في النتيجه النهائيه. بترسم في البدايه خط كجايد ليك، بتقسم الخط ده في النص، بعدين النص اللي فوق بتقسمه على 3 والنص اللي تحت بتقسمه على 2، ودي النسب الاوضح والاسهل في الاستخدام بالنسبه لينا. وبعدين درب نفسك ان انت ترسم النسب دي اكتر من مره لحد ما ايدك تبدا تتعود على النسب دي. ابدا في ان انت ترسم جستشر فيجر كتير جدا على قد ما يبقى عندك وقت فاضي ارسم منها. طبعا الهدف من العنصر ده واي عناصر تانية زي العربيات الطيارات او الشجر، طبعا الهدف الاول والاساسي منها ان انت تبدا تعرف اليونتس اللي انت هتبدا تقيس بيها او تعرف بيها حجم المباني او استخدامها يبقى عامل ازاي. وطبعا مش هننسى اهم حاجه في الدراسه بتاعتنا كلها، ان لازم في المشروع ده يكون فيه مبنى موجود بشكل كبير، وده العنصر الرئيسي بتاعك اللي انت بترسمه باستخدام حاجه اسمها اللينير بيرسبكتيف لسه هنتعلمه فيما بعد. ولحد هنا اقدر اقول لك ان في اغلب اللوائح في الكليات المشاريع دي بتتعمل عن طريق ان انت بتطبع العناصر دي وبتبدا تشوفها على اللوحه بتاعتك. كمعلومه اخيره ليك في الجزء ده، اللوحه بتاعتك بيكون ليها تقسيمه واخراج بشكل معين علشان يبدا يعمل فوكس على العنصر الاساسي عندك وهو المبنى بتاعك، بدون دخول في التقسيمه دي او التقسيمه دي والاخراج بيكون شكله ازاي والكلام ده كله، لان دي كل حاجه بتختلف من كليه للتانيه. انت الهدف الاساسي من الدراسه دي ان انت تتعلم حاجات معينه، بعد ما اتعلمتها ان انت تتعلم تنسق اللوحه ازاي وتخرجها ازاي بشكل كويس. ده يعتبر محتوى علمي لماده تانيه. انت في كل ماده علميه او في كل محتوى علمي بتبدا تاخد بس اللي يكفيك على قد المرحله دي عشان يغطي احتياجك ويبدا يفتح قدامك مجالات لمهارات مختلفه هتبدا تتعلمها وهتحتاجها في السنين اللي بعد كده.